من الحاجات المهمة جدا في مصانع الأدوية، واللي لازم نحددها ونتحكم فيها وتكون عارفها كويس، سواء كنت شغال إنتاج أو جودة أو في الإدارة الهندسية، هو الفرق بين ضغط الهواء الموجب والسالب داخل غرف الإنتاج أو داخل الكلين روم. الفرق بين البوزيتيف اير بريشر والنيجاتيف اير بريشر داخل غرف الإنتاج. ضغط الهواء الإيجابي أو positive air pressure ده معناه إن ضغط الهواء في الغرفة هيكون أعلى من ضغط الهواء خارج الغرفة أو في البيئة المحيطة بيها. يعني أول ما هفتح باب الغرفة الهواء هيخرج منها ومش هيدخلها هواء من المنطقة المحيطة بيها. بالتالي أنا كده بحافظ على الحاجة اللي موجودة داخل الغرفة من البيئة المحيطة بيها. غالبا الضغط الإيجابي للهواء أو البوزيتيف اير بريشر بيكون في الأوبريشن روم، عشان عاوز أحافظ على الحاجة اللي موجودة في الغرفة من أي تلوث خارجي من البيئة المحيطة بيها. العكس تماما بقى بالنسبة لضغط الهواء السلبي أو النيجاتيف اير بريشر. يعني ضغط الهواء داخل الغرفة هيكون أقل من ضغط الهواء خارج الغرفة أو البيئة المحيطة بيها. بالتالي لما افتح باب الغرفة الهواء هيدخلها مش هيخرج منها. بالتالي هنا انا خايف على البيئة المحيطة من الغرفة نفسها، خايف يحصل اي تلوث او كونتامينيشن للبيئة المحيطة من الغرفة. وغالبا النيجاتيف اير بريشر بيكون في البافر روم، وبالتالي انا بقلل التلوث قدر الامكان في الكلين روم.